أصعب لحظة لما تكتشف إنك وقعت ومش عايز تقوم. بس الحقيقة القومة مش رفاهية، القومة ضرورة، لأن اللي بيقع ممكن يبقى بداية جديدة لحاجة أعظم لو قرر يقوم. السلام عليكم. إن مع العسر يسرا. مع، مش قبله ولا بعده. يعني الحقيقة أنت ما عشتش المشكلة إلا ومعاها اليسر بتاعها، وده من رحمة ربنا علينا. كلنا بنقع، اللي بيغلط بيقع، واللي بيتعب بيقع، حتى اللي شكله قوي بيقع. بس السؤال مش وقعت قد ايه، السؤال الحقيقي قمت امتى وقمت ازاي. القومة قرار. مفيش حد بيصحى الصبح يلاقي نفسه حاله اتصلح فجأة. في لحظة هي اللي بتغيرك، لما تقف قدام نفسك وتقول أنا مش هفضل كده. أن تبدأ متأخرا خيرا من ألا تبدأ أبدا. القومة مش لازم تكون بطولية، محدش طلب منك إنك تبقى خارق، يكفي إنك تتحرك خطوة واحدة حتى لو صغيرة. لو وقفت على رجلك هتكون هي دي البداية الجديدة والبداية الحقيقية. الوقعة بتعلمك حاجات ما كنتش هتتعلمها لو ما وقعتش. بتفهمك يعني إيه تعافر، ويعني إيه تتواضع، وده شيء مهم، ويعني إيه تحس بغيرك. اللي بيقع بيتكسر، بس لما بيقوم بيقوم أقوى. لازم تحمد ربنا إنك وقعت، لأنها كانت نعمة عرفتك قد إيه أنت كنت قوي. وافتكر دايما إن الناجحين مش ناس ما كانوش بيغلطوا، الناجحين ناس وقعوا كتير بس قاموا أكتر، وكل مرة كانوا بيقوموا فيها كانوا بيكبروا. وإنت كمان تستاهل تقوم. مفيش حد ما بيقعش، بس في ناس بتقرر إن هي تقوم وناس بتقرر إن هي تفضل في مكانها. اختار تكون من اللي بيحاول يقوم، حتى لو لوحده، حتى لو محدش شايفه. ربنا شايفك وده كفاية. لو حسيت إن الحلقة دي لمست جواك حاجة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يمكن الحلقة الجاية يكون فيها المفتاح اللي بتدور عليه. أنا إبراهيم حسين، وده كان كلام ينفع. سلام.